السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. وطبعا احنا لسه خارجين من عيد الاضحى، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى الامه الاسلاميه، واشوفكم دايما بخير وصحه وسلامه وسعاده. ونبدا الفيديو بتاعنا النهارده ان شاء الله، نعمل صينيه البطاطس بالفراخ على الطريقه المصري. حاجه كده ما شاء الله جميله جدا، والطعم بجد روعه والريحه حلوه ما شاء الله. وهنعمل معاها رز بشعريه. ونبدا بسم الله، نقطع الفراخ بالطول وهنقسم الفرخه 4 قطع، وكل قطعه نقسمها ل2 بالشكل ده زي ما انتم شايفينها. والكمية بتبقى حسب ما تحب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اذكروا الله. وبعد ما نقطع الفراخ كلها نغسلها كويس جدا، وبعد كده هنعمل محلول النقع. هننقعها في مية وعليها معلقتين كبار خل ومعلقة صغيرة ملح وعصير ليمونة. هنقلبهم كويس جدا وننقعها حوالي تقريبا كده تلت ساعة، وبعدين نطلعها ونغسلها كويس جدا وننشفها. وهنعمل توابل للبطاطس هنستخدمها طول الوصفة. عندي هنا في بولة اضيف نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة 7 بهارات، نص معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة كمون، ورشة كبابة صيني لو متوفرة عندك، رشة صغيرة جدا. هنقلب الخلطة وهنشتغل بيها طول الوصفة بتاعتنا. وهنجيب البطاطس بتاعتنا ونقشرها. البطاطس دي بتكون خاصة بالطبخ مش للتحمير، والكمية اللي انت تحبيها انت بتجيبيها وتقشريها وتغسليها كويس جدا. وبعدين هنقطعها حلقات وسط، يعني مش رفيعة ولا سميكة زي ما انت شايفاها كده، عشان لو رفيعة تتهري منك وقت التسوية، ولو سميكة تتأخر منك في التسوية. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. عندي هنا بصلتين وسط قطعتهم حلقات، وهخرج الحلقات من بعضها زي كده زي ما انتوا شايفين كده. صينية البطاطس بتحب البصل كتير. احنا هنتبل البصل بفلفل اسود ورشة ملح صغيرة، وهنقلبهم كويس كده بايدينا زي ما انتوا شايفين. وهنجيب الفراخ بعد ما غسلناها كويس جدا وصفيناها ونشفناها كويس من الماء اللي فيها. هنتبلها بالبصل بتاعنا من فوق وتحت الجلد، يعني من كل الجهات بتاعتها، وندعكها كويس كده بايدينا. وبعد ما نخلص كمية الفراخ بتاعتنا هنسيبها على جنب. في طاسة على النار هضيف معلقتين كبار زيت ومكعب زبدة. النار هنا بتكون عالية، هنسخنهم كويس جدا وهنزل بقطع الفراخ في الزيت عشان تاخد لون دهبي حلو وبيعطي طعم حلو جدا للفراخ. احنا هنحمرها تحميرة بسيطة كده من كل الجوانب، مش هتاخد منك وقت خالص. وبعدين هنقلبها على الجهة التانية عشان تاخد لون، واول ما تاخد لون دهبي بنطلعها على طول، وهننزل بباقي قطع الفراخ نحمرها عشان تاخد اللون الدهبي. وده شكل قطع الفراخ بعد ما حمرناها. وبعد كده هنزل بحلقات البصل. انا استخدمت هنا بصلة كمان قطعتها حلقات، وهنفكك الحلقات من بعضها. هنزل بالبصل في الطاسة والبطاطس في نفس الطاسة اللي عملنا فيها الفراخ. هنقلب البطاطس بتاعتنا والبصل، هنشوحهم تشويحة صغيرة كده في الزيت، واضيف عليهم معلقة صغيرة من بهارات البطاطس اللي عملناها من شوية، وهنقلبهم مع بعض كويس، وعليهم شوية ملح عشان نظبط الطعم بتاعنا. وبعد كده هنقطع لهم 3 فصوص ثوم تقطيعة كبيرة شوية، وهنقلبهم تقليبة بسيطة جدا. وبعد كده هنحضر الصينية اللي هنعمل فيها البطاطس. هنزل فيها بالبطاطس مع حلقات البصل وهنسويها في الصينية. احنا هنحتاج لصينية البطاطس جزر طرنشات وفلفل اخضر وفلفل الوان. الخضار ده بيخلي صينية البطاطس مسكرة وطعمها حلو، وبيعطيها نكهة حلوة. ممكن تضيف قرن فلفل حار لو حابينه. وهنزل على البطاطس وطرنشات البصل بالجزر. الكمية دي بتبقى حسب ما تحبي، وهنوزعها في الصينية. وبعد كده هضيف ليها شرايح فلفل الوان، فلفل اصفر وبعدين فلفل اخضر واحمر، احنا مقطعينه شرايح، وهنوزعهم على الصينية في على البصل والبطاطس. وهضيف عليهم معلقتين صغيرين من بهارات البطاطس اللي احنا عملناها من شوية، ورشة ملح. احنا هنا في الخطوة دي بنظبط الملح بتاعنا حسب رغبتك. بعد كده هنزل بقطع الفراخ اللي احنا مشوحينها بتاعتنا، وهنرصها على وش صينية الخضار. وهنحضر عصير طماطم فريش، هضيف عليه رشة سكر بتعادل الحموضة، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة من البهارات بتاعتنا اللي احنا عملناها لصينية البطاطس. هنقلبهم تقليبة كده ونظبط الملح بتاعنا. وهنزل على البطاطس بعصير الطماطم، هنوزعه على الفراخ والبطاطس، وهضيف عليهم بواقي زيت تحمير الفراخ والبطاطس والبصل. بواقي الزيت دي بتاعت طعم حلو جدا لصينية الفراخ. وبعد كده هنغطيها بفويل كويس جدا، نقفله كويس، نحكم الغلق بتاعه من جميع الجهات. وهندخلها فرن مسخنينه كويس جدا على درجة حرارة 200، الشبكة اللي في النص.
درجة الحرارة هنا بتكون عالية عشان الفراخ تغلي على طول وتستوي كويس. وهنعمل معاها طبق رز بشعرية. في طاسة على النار هنزل فيها معلقتين كبار زيت على معلقة كبيرة سمنة، هنسخنهم كويس وهنزل عليهم بكوباية شعرية، هنقلبهم تقليب مستمر لحد ما تاخد لون ذهبي. في الوقت ده الرز بيكون مغسول ومتصفي. هضيف الرز، انا عندي هنا كوبايتين رز مصري. هضيف الرز للشعرية ولازم نقلبه شوية عشان يسخن ويفلفل معاكي. وهبدأ اضيف عليهم مية مغلية او شوربة. المقدار هنا لكل كوباية رز كوباية مية، او على حسب نوع الرز اللي انت بتستخدميه. هنزود كمان نص كوباية مية عشان الشعرية بتاعتنا. وبعد كده هنغطي عليها واضيف عليهم معلقة صغيرة ملح ورشة فلفل اسود، وهنغطيها لحد ما يتشرب المية بتاعته. وبعد كده نقلبه تقليبة صغيرة وما نفتحش عليه خالص، وبعد كده بنهدي النار عليه ونسيبه يستوي براحته. صينية الفراخ بتاعتنا بقت جاهزة بعد ما قعدت في الفرن حوالي نص ساعة. هنخرج الصينية من الفرن ونشيل ورق الفول من عليها، وندخلها الفرن تاني تاخد لون من فوق، ونشغل عليها الشواية تنشف شوية وتاخد لون حلو. انت لو حباها سبايسي ممكن تضيفي قرن شطة حراق مع الخضار. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، ما شاء الله افخم صينية بطاطس ما شاء الله عليها حلوة قوي. اخدت تسوية تقريبا كده ساعة وربع. هنقدمها مع الرز بالشعرية. الصوص اللي نازل من الفراخ على البطاطس طعمه حلو جدا. وهنطلع واحدة قطعة فراخ نشوف التسوية بتاعتها كده، ما شاء الله عليها الفراخ مستوية واخدة من الصوص بتاعها، والطعم مظبوط والريحة حلوة قوي، والبطاطس شاربة من الصوص بتاعها ومستوية وفي نفس الوقت مش مهرية، ماسكة نفسها ومحتفظة بشكلها، متغلفة بالصوص والطعم حلو جدا. والرز بالشعرية شايفين لونه ما شاء الله والريحة حلوة جدا وطعمه حلو قوي. ودي احلى صينية بطاطس بالفراخ ممكن تجربيها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ومعاها طبق رز بالشعرية. جربيها وان شاء الله هتعجبك، وبالهنا والشفا. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.